بعد 7 سنوات من الانتظار، الترجي بقيادة بوميل ينتصر على الأهلي المصري في رادس بحضور قياسي للجمهور. النتيجة وفات 1-0 عن طريق قائد الفريق توغاي. مباراة قوية تكتيكيا، وين شفنا زوز مدربين كانوا متخوفين من نتيجة المباراة. بوميل مدرب الترجي كان لعب بحذر واخر البلوك، أما مدرب الأهلي اختار اللعب من غير مهاجم صريح ولعب بال4-4-2، واختار التعويل على بن شرقي كمفاجأة في التشكيلة الأساسية. خلينا نشوفوا مع بعضنا شنية الحلول اللي اعتمد عليهم الأهلي باش يعمل الفارق، وكيفاش الترجي تعامل مع الخطط هذم، باش نشوفوا زيادة برشا وضعيات صارت في المباراة، وهل أنه اختيارات المدرب كانت صحيحة واللاعبين اللي دخلوا في الشوط الثاني عملوا الفارق وإلا لا. الأهلي المصري بدأ المباراة بال4-4-2 وكان يعتمد على البلوك المتوسط، كان يستنى الترجي في منطقة هذه ويضغط كان على الأطراف بالاعتماد على بن شرقي وتريزيجيه، وهذا اللي خلى الترجي يعتمد على الكرات الطويلة في اتجاه دانو اللي كانت ناجحة كاستراتيجية في أغلب الأحيان. وين شفنا دويل كبير ما بين ياسر إبراهيم ودانو في الهجوم. في المرات اللي تفوق عليه دانو قدر انه يعمل الفارق وسدد مرتين من داخل مناطق الجزاء، وكان يسجل الهدف الاول لولا تألق شوبير. حتى في التحولات الهجومية السريعة الترجي اعتمد على الكرات في العمق عن طريق اوغبيلو اللي كان عنده دور كبير في وسط ميدان الترجي. بالنسبة لصناعة الهجمة الحقيقة ما شفناش حاجات كبيرة نظرا لتكتل لاعبي الأهلي في وسط الميدان. باش نشوفوا من بعد مع بعضنا قيمة ينساس والعمل الكبير اللي يقوم به في الخروج بالكرة، تخفيف الضغط على وسط ميدان الترجي. الأهلي في بناء الهجمة يعتمد على التمريرات القصيرة في اتجاه ديانج، تحركات ثنائي الهجوم زيزو إمام عاشور اللي قلقوا برشا مدافعي الترجي. لكن نشوفوا اللقطة هذه تمركز ديارا اللي كان بعيد على المركز الدفاعي متاعه بسبب صعود هاني للهجوم، بينما بن شرقي يستغل الهفوة هذه ويدخل في وسط الميدان يستلم الكرة في المساحة اللي خلاها ديارا يستلم ويدور بدون أي ضغط، بينما ديارا مش عارف شنية يعمل. هنا المدرب يلزم يلقى حل المشكل هذا ويحاول يصلح الجانب الدفاعي متاع ديارا، خاصة في مباراة العودة تستحق تركيز كبير على مستوى غلق المساحات. ونشوفوا الفرصة هذه كانت تجيب خطر كبير، ونشوفوا السهولة في الوصول لمنطقة جزاء الترجي بالنسبة للاعبي الأهلي. تعاود العملية هذه ديان كالعادة، بن شرقي في وسط الميدان يستلم بكل حرية، قم بصناعة الهجمة ما بين زوز ملاعبية متاع الترجي الرياضي التونسي اللي يلزم يكونوا أكثر أجريسيف في الوضعيات هذو. ديارا ما يوصلش التغطية بينما تقا يجري باش يغطي على خروج بن حميدة. هذم كانوا العمليات تاع صناعة الهجمة على الجهة اليمين بالنسبة للأهلي المصري. نمشيو للجهة اليسار ونشوفوا أيضا تحركات بالعمري داخل الميدان اللي يهز معاه دراجر باش يخلي مساحة لتريزيجيه، وهذا خلى دفاع الترجي في خطر لأنه ما فماش كومونيكاسيون ما بين ساس ودراجر في التغطية، اللي خلينا نشوفوا غضب كبير من توغاي بعد نهاية الهجمة ضد ينساس ودراجر، والإشارة بيديه للتحرك العكسي متاع لاعبي الأهلي المصري. خطورة الجهة اليسار للأهلي المصري بالعمري وإمام عاشور وتريزيجيه، لكن بالنسبة لي أنا أهم لاعب في المنظومة متاع الأهلي المصري هو إمام عاشور. ونشوفوا كيفاش ملاعبية الترجي كانوا مضطرين كل مرة إنهم يقوموا بأخطاء تكتيكية على اللاعب كل ما تجيه الكرة، وفي المرات اللي نجح فيهم في اللعب الكرة بسرعة ثم التمركز من جديد كان خلق برشا خطر على دفاع الترجي، كما باش نشوفوا في العمليات هذو. في العملية هذه نشوفوا تحرك الجلاسي خلف إمام عاشور اللي خلى مساحة وراه البن عمري اللي تعدى قدام تقاء من غير حتى مراقبة. أوغبيلو كان مغطي على خروج الجلاسي في وسط الدفاع، كان أيضا متأخر في الضغط على بن عمري، وهكا إن دو يتعدى بالعمري من الدفاع الترجي. ونشوفوا الوضعية 2-2، كان يجي الهدف الأول للأهلي المصري بطريقة سهلة. سلاح آخر اعتمد عليه الأهلي المصري هو الاعتماد على الكرات الثابتة. نشوفوا الأهلي كيفاش يلعب الركنيات، الطريقة هذه تتعاود كل مرة وكان سجل منها بنفس الطريقة ضد طلائع الجيش. كرة ديما تتلعب ما بين 3 لاعبين، اللي ينفذ يوصل الكرة للاعب أمام مناطق الجزاء، اللي يحاول بدوره إنه يلعب الكرة في العمق للاعب اللي بيش يتوغل خلف مدافع الترجي، وهكا يكون عنده زاوية التسديد مفتوحة وينجم حتى يلعب الكرة في العمق في اتجاه
اتجاه المهاجمين، لأن بالعمري اعتمد على التسديد لكن تسديدته ما كانش مؤطرة، ولو كان جاء لاعب آخر كما بن شرقي وإلا زيزو كنا نشوفوا هدف وإلا أكسيون خطيرة على الأخ. تعاود الكورنير بنفس الطريقة، توصل الكرة لإمام عاشور اللي يعتمد التمويه باش يفتح الزاوية قدامه، بينما اللي نفذ الكرة يحاول يدخل في أنصاف المساحات باش يطلب الكرة خلف المدافع، إلا أنه إمام عاشور فضل التسديد لكن كان ينجم يمرر الكرة في العمق بطريقة سهلة. هذاك علاش على دفاع الترجي يلزم يرد باله مليح من الكرات هذو. نشوفوا الأهمية متاع صاص اللي عاون برشا الترجي في الخروج بالكرة، والتحركات متاعه خاصة خلف الخطوط ساهمت برشا في تخفيف الضغط على وسط ميدان الترجي. فالعملية هذه الخروج بالكرة كان يعتمد على تحرك حسام الحاج علي اللي كان هز معاه ديانج باش يخلق مساحة وراه اللي ما تمش استغلالها بشكل جيد. في الصورة هذه كان على ديارة انه يتحرك اكثر داخل الميدان، وهذا اللي خلى اوغبيلو يرجع الكرة في اتجاه الدفاع. بينما نشوفوا كيفاش لاعب كيما ينساس قادر يلقى الحلول الخروج بالكرة ويتحرك بين الخطوط، ونشوفوا لما تخلى ديارة لوسط الميدان اصبح عنده حلول كثيرة للوصول مناطق الاهلي. يستلم وحب يلعب اللمسة الواحدة لكنه يغلط في التمريرة. كرات هذم دليل انه ترجي قادر يلعب الكرة لو كان تلقى اللاعبين المناسبين الفكر المدرب في المراكز المهمين. كالعادة ينساس يرجع باش يعاون الفريق باش يخرج بالكرة، ونشوفوا كيفاش تتلعب بطريقة منظمة، ونشوفوا مساهمة ينساس في اللقطة اللي جابت ضربة الجزاء. الحقيقة منذ دخول كيتا أصبح الترجي عنده حلول كبيرة على الجهة اليمين، وشفنا صعود متواصل للكيتا اللي خلق زيادة عددية في الهجوم. بينما نشوفوا اللقطة مع بعضنا تحول هجومي للترجي، ينساس الأوغبيلو اللي اختار التريث وعدم التسرع اللي خلى جمهور الترجي يزفر عليه. نشوفوا ديارة كيفاش كان متأخر في عكس الهجمة، دانو كان متسلل وما كانتش فما حلول أمام أوغبيلو اللي عمل كوفرتير للكرة. ونشوفوا كيفاش طلب من ديارة انه يتحرك بسرعة في اتجاه الهجوم، يتقدم بالكرة وبتمريرها في المقاس في العمق لديارة اللي يحط الكرة في طبق دانو اللي ضيع فرصة كبيرة أمام المرمى بطريقة غريبة. هذه كانت أبرز فرصة للترجي في المباراة. عندي ملاحظة صغيرة على كوناتي اللي كاد يتسبب في هدف التعادل في مرتين، زوزكور أمام الدفاع يعمل تمريرة خاطئة، الأهلي المصري يعمل تحول هجومي وهو الأخطر في المباراة. يلزم يرد باله كوناتي من عمليات هذم، خاطر في مباراة القاهرة أي غلطة كما هذه تخلص كاش. الترجي الرياضي التونسي الحقيقة عمل مباراة تكتيكية جيدة، اللاعبين كانوا حاضرين بدنيا، لكن الترجي يلزم يصلح بعض الأخطاء على المستوى الدفاعي وخاصة على مستوى التغطية في وسط الميدان، ولازم يرد باله أكثر من طريقة تنفيذ الكورنير للأهلي المصري. مباراة قوية تنتظر الترجي في القاهرة إن شاء الله بالتوفيق. الممثل الكرة التونسية ما تنساش باش تعمل سبسكرايب في القناة وخلي كومنتير قولي فيشني رأيك في مردود صاص في المباراة هذه.